من قلب ليبيا، من طرابلس الكريمية. بدت حكاية قهوة ليبية أصيلة. شركة الجمودي لصناعة القهوة، اسم كبير وتاريخ أكبر. من عام 1993 وإحنا نخدموا في القهوة بشغف وبضمير وإتقان. حبة بحبة نختاره، نحمصه ونبرزه النكهة اللي تميز كل نوع. إنتاج محلي بأيادي ليبية، خبرة تتوارثها الأجيال، وطعم يجمع بين الأصالة والابتكار. قهوة الجمودي مش مجرد قهوة، وهذه قصة عمرها أكثر من 30 سنة. الجمودي، طعم اللي تعرفه من أول رشفة. أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج قهوة نوفل. ضيف حلقة اليوم لاعب ما مرش مرور عادي على الكرة المصرية، لاعب مهاجم صنع اسمه بالأهداف وصنع الجدل بكلامه، لاعب عاش المجد مع فريق الزمالك، وطبعا كانت ليه تصريحات وكلام مش أي حد كان يتجرأ يقوله، ممكن يفكروا فيه لكن ما يفكروش يقولوه. لاعب عنده طرفاته وعنده أفكاره. طبعا اليوم فتح صفحة جديدة وجانا للدوري الليبي، حلم جديد، طموح جديد، فريق جديد. خليكم معايا باش تعرفوا مين اللاعب هذا. مشاهدينا ومتابعينا، نرحب بكم في حلقة اليوم. ضيفنا اليوم وصل جنبنا، ضيف اليوم من مصر أم الدنيا لقهوة نوفل مباشرة. نرحب بالكابتن باسم مرسي. أهلا وسهلا بك كابتن معاي في قهوة نوفل. حبيبي يا كابتن نوفل، أنا مبسوط إنه سعيد إن أنا موجود معاك النهاردة. أنا أكتر والله حبيبي، ومشكور إنك أنت قبلت الدعوة كابتن. حبيبي إحنا أصحاب وما أقدرش أتأخر عنك حبيبي يا كابتن. كابتن قبل ما نبدأ نخشوا في الأسئلة والأكشن معاك في الأسئلة، أنت ما بين أهلك وناسك في ليبيا، شو الأجواء وكيف شفت ليبيا والله بص، أنا هقول لك على حاجة. ده كنت قبل الهوا كنت بحكي معاك، يعني اللي إحنا الناس وهي بره ليبيا بتبقى واخدة انطباع مختلف شوية. لما جيت عشت في ليبيا هنا بالعكس، الدنيا حلوة جدا، شعبي كويس جدا، الدنيا امن فيه امن وامان، والدنيا مستقرة، يعني مش زي ما الصورة بنشوف في التيفي تسمعها في الاخبار. مظبوط، الاخبار والكلام ده، لا بالعكس والله. وكمان الشعب شعب كويس جدا 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 جدا، الحمد لله بجد والله، دي حقيقة. يعني قبل ما اطلع، رحت بلاد كتير عامة يعني، بس قبل ما اطلع من مصر دايما كنت مصر هي كل حاجة أنا بحكي عليها. مصر مصر مصر. دلوقتي حتى لما بكلم ناس في مصر بحكي على حاجات في ليبيا، قد إيه الناس كويسة، قد إيه الناس عندهم عادات وتقاليد كويسة جدا. هنا مثلا في حاجة عجبتني جدا جدا جدا. أنا زوجتي جات لي عاشت معايا، يعني قعدت معايا 10 أيام، فكان معايا عربية وكده وكنت بسوقها. كانت حتى هي أول مرة تجي ليبيا؟ كانت أول مرة تيجي ليبيا، حتى هي اتفاجئت يعني بالوضع والدنيا كويسه وبتاع. بس بيحصل مواقف معانا، مواقف يعني مثلا مفيش حد بيوقفك وانت معاك زوجتك، يعني الناس بتوع الامن تشوف مجرد مش في حد راكب جنبك مثلا في العربيه على طول اتفضل، ما يوقفكش. معاك زوجتك الناس تمشي فبصراحه الموقف ده، موقف بالذات بتاع الامن، عجبني جدا. اللي انت معاك زوج قد ايه بيحترموا الست، قد ايه بيقدروا الست وبيديها وضعها، ولا الاصول والعادات والتقاليد بتاعتنا. في حاجات كده بتبقى افتقدناها احنا من زمان، بصراحه اكتشفتها هنا، وده موقف عجبني جدا يعني بالمناسبه، بجد والله. الحمد لله. طيب كابتن، هاي نبدأ في البدايه. يعني نحب ديما الضيف اللي يجي نبدا معه من البدايات. طبعا لو احنا بدينا مع الكابتن باسم مرسي من البدايه، اكيد حنرجع لطنطا. اكيد. كابتن، نرجع لطنطا. امتى فعلا حسيت انك انت فعلا حتكون نجم، وامتى فتحت باب الحلم متاعك في الكوره؟ والله بص، انا وانا صغير، بص كل بني ادم بيبقى شايف نفسه في حاجه، في حته معينه. مظبوط. انا عمري ما شفت نفسي غير ان انا لعيب كوره. حتى وانا صغير كان طبعا عندك طموحات، ودايما ما كنتش بشوف نفسي غير لعيب كوره. لو ما بقتش لعيب كوره ما ينفعش، هبقى فاشل في كل حاجه تانية. يعني كنت محدد الهدف متاعك انت؟ مش محدد، هو طبعا هو في توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله انك انت توصل للمرحله دي، يعني تلعب لنادي الزمالك، وتلعب منتخب مصر، وتبقى مؤثر في الاثنين، وتجيب للزمالك بطولات، وتروح منتخب.
فاهم، وتصعد كاس عالم تبقى في مجموعتك. الحمد لله انا السنه صعدنا في 2018 انا كنت موجود فيها يعني، كانت من اسباب المنتخب صعد. كنت الحمد لله كنت انا جزء من المجموعه من الصعود ده. اي نعم ما روحتش عشان حصل خلافات وبتاع، بس لا يعني في التصفيات وكده ما لعبت وصلناش وبتاع، فكنت جزء، فالحمد لله. الحمد لله. طيب كابتن باسم، انت في بدايتك من الشخص اللي زرع فيك الثقة وحسيت ان ديما كان معاك وينصح فيك والبوش متاعك هيك؟ والله بص اكيد والدي والدتي طبعا، الله يرحم والدي ويجعل مثواه الجنه. طبعا والدي كان دايما بيسيبني براحتي، معتمد عليا. والدتي كانت تبقى معايا. كان عندي مدربين بصراحه، كابتن فرج السعيدي ده حد كويس جدا، راجل محترم مدربي يعني. وكان كابتن مصطفى قرني برضو مدربي، واختارني في اسمه وكابتن فرج. كان موجود هو كابتن سمير صبري، فصعدوني الفريق الاول. فمن هنا بدأت بقى الحكاية، ولعبت بتروجيت، وبعد كده رحت الانتاج، ومن الانتاج الحربي ورحت نادي الزمالك على طول يعني. طيب كابتن، بعد بتروجيت عندك لو نقوله نادي الزمالك، انت شنو يعني لك الاسم؟ هو الاسم يعني لي اللي هو عمل لي كل حاجة في الكارير بتاعي. هو اللي هو حطني في الواجهة، ولا حطني الناس عرفتني من خلاله، هو اللي جاب لي فلوس، هو اللي صنع اسم باسم مرسي. فهو كل حاجة بالنسبة لي في الكورة هو اسم نادي الزمالك بصراحة. اول مرة لبست فيها القميص كابتن، حسيت تقل القميص وشعار نادي الزمالك ولا حسيت بالحماس؟ بص انا الحمد لله انا طبيعتي انا ما بخافش يعني. طبيعه الشخصيات الشخصيه عامه بره، اكيد انت عشرتني شويه مع المجموعه اكيد انت عارفني يعني. فانا الحمد لله ما بخافش. انا بيبقى عندي هدف. انا السنه بتاعه الزمالك دي انا كنت ممكن اصغر لعيب من مجموعه. كان عندي 20 سنه. في ناس كتير كل سنه في ناس بتروح الزمالك تروح وتمشي تروح وتمشي. فانا كانت من ضمن الناس اللي بيتقال عليا اللي هيمشي. انا كنت عارف اللي انا ربنا يوفقني وهلعب وهبقى رقم واحد في الفرقه، وده احساس داخلي جوايا اكيد، وثقه وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى رقم واحد. والحمد لله مرت الايام ولعبت، وبقيت انا كنت مثلا مهاجم رقم 4، كان في قبلي 3 جامدين ومعروفين. الحمد لله بعد 5-6 ماتشات كنت انا رقم واحد، وتنزل تسجل مباراة على طول تسجل. في السنه دي جبت 25 جول ما شاء الله. فهذا يخلي اي مدرب واي كده وخدنا الدوري. لا غنى على باسم مرسي رقم واحد. بصراحه بس في ناس ساعدتني برضو. كان معايا كابتن اسماعيل يوسف، كان ماسك بالمناسبه هنا مدير كوره في نادي الاتحاد. ده الشخص ده يعني ده بجد ده ابويا الروحي يعني زي ما بنقول يعني. ده برضو طلعني برضو مع الانتاج، لعبت سنه الانتاج الحربي، هو راح مصعدني. لا هو اللي وداني الزمالك، ومن الزمالك جه مسك مدير كوره. لا هو الراجل ده بصراحه ليه فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. فبرضو يعني من الناس اللي انا لازم اشكرها يعني. تمام. طيب كابتن، قبل ما نوصل تو للفصل الجديد مع نادي المجد، انت في ناس تقول او من الجرايد او من الصحف والاعلام المصري باسم مرسي يوقف كوره وما عادش بيلعب، وقلت اننا ما عادش بنلعب في انديه مصر وولعت الدنيا. تو في فصل جديد، تجربه جديده مع نادي المجد. انت تو حاليا جيت هنا، جاي تلعب، جاي تصنع مشروع، ولا جاي باش تسكت الناس في مصر واللي قالوا باسم مرسي خلاص فينش؟ لا بص انا مش محتاج اثبت حاجه للناس عامه يعني. انا مش محتاج اثبت اي حاجه لاي حد. انا هو يعني وقفت في مصر اللعب عشان الظروف حصلت لي. ما حسيت ان في شخص معين مش عايز يساعدني، او كل ما اروح نادي هم الناس بيحبوا في مصر اللعيبه اللي هي يعني اللاعب اللي عنده اسم في مصر. بقى الناس من المدربين يعني مش عايزين يجيبوك كتير، يجيبوا لعيبه درجه تانية، لعيبه صغيره، لعيبه ناشئين. فدايما المدربين في مصر بيحبوا متحفزين شويه مع لعيبه كبير. فانا بحب العب، انا عايز العب. فاهم قصدي؟ طيب كابتن، مرات انت المدرب وانت لاعب كبير، مرات انت كابتن من النوع اللعيبه العصبيه، مرات يقول كان باسم جيبه يدير لي مستحيل. بص مشاكل وكذا. بص زمان ممكن وانا صغير وانا في الزمالك شويه وانا فاهم بعد الزمالك شويه.
بس مثلا بقى زي من 5 سنين ولا 6 سنين. بص انا هقول لك كلمه انت مش عارف هتفهمها ازاي. انا بقيت يعني استحي ان انا استعيب يعني ان انا اروح اقول للمدرب انا ما بلعبش ليه. بقيت بحسها ان انا ما ينفعش اروح اقول للمدرب كده. وصلت لمرحله والله انت عايز تلعبني ماشي. لعبني، مش عايز تلعبني ما تلعبنيش. بس انا عليا اعمل ايه؟ عليا اتمرن، اشتغل، ابقى ملتزم بس. صحيح. بس لما تيجي فرصتي اديها لي كامله. صحيح. فاهم قصدي؟ وانا ما عنديش مشكله معايا مدرب طول ما هو بوجهه نظر فنيه. كويس. مثلا في مدربين تقول يعني انت رقم 1 انت هتلعب الماتش الجاي وما يلعبكش، انت هتلعب الماتش الجاي وما يلعبكش، يخليه حطك في الفرقه الاساسيه طول الاسبوع عشان تلعب، يجي يوم الماتش تلعبش. في المحاضره يشيلك. هو بيعمل ليه كده؟ عشان انت تعمل مشكله، تدير حوار وتعمل مشكله. فعشان يروح يقول لي بص هو برضو بتاع مشاكل وانا مش عارف. فانت مع ذلك انت ما تعطيش الفرصه. انا مش صغير بقى خلاص. صحيح. ما انا زمان كنت ممكن اقع في الاخطاء دي، بس دلوقتي لا. بس على كل حال يعني مش عايز اتكلم عن مدربين مصريين. ليه؟ هقول لك ليه. انا في مصر اتكلم عليهم بس انا دلوقتي مش في مصر، فانا برضو عايز صورتهم تفضل كويسه قدام الناس في ليبيا او في الوطن العربي او في اي حته. يعني مش شجاعه اللي انا ممكن اتكلم على مدربين مصر وحش وانا موجود معاك هنا. كويس. باهي كابتن، تو احكي لنا على الفصل الجديد اللي فتحته مع نادي المجد، وكيف كانت القصه هذه والعرض اللي جاك. والله بص انا جالي عرض كذا عرض من الشتاء اللي فات من هنا ليبيا. من ليبيا ومن دول عربية تانية. كان في برضو عرض من نادي الوحدات الأردني. يعني قعدت مع رئيس النادي وكلمنا واتفقنا على كل حاجة. وده ده الفصل ده نادي كبير يعني. وما حصلش نصيب. جه وكيلي طارق عبد ربه هو كابتن ميمي، يعني الاتنين شركاء. بس انا اتعرفت على كابتن ميمي لما جيت هنا، كنت اعرف طارق يعني ولا عرفنا على الكابتن ميمي. قال لي في عرض كذا 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 كذا، ايه رايك؟ والمدير الفني كذا الكابتن ابو بكر ومش عارف ايه، شخصيه محترمه جدا وبتاع وكده. اتكلمت مع الكابتن ابو بكر في تليفون مره، راجل كويس جدا، كلامه عجبني. فقلت والله هتوكل على الله. مع ان كان برضو عندي عرضين من الاردن غير العرض بتاع الوحدات. طارق برضو كان جايبهم لي. بس هو سبحان الله صليت استخاره، ربنا ييسر لي الامور لنجي المجد. ده النصيب وده اللي حصل يعني. باهي. طيب كابتن، انت لعبت طبعا وشبحناك في اول مباراه لعبت كده نادي الاتحاد وافتتحت النتيجه انت امتحت الدوري الليبي والاهداف. كيف تشوف الاجواء في الدوري الليبي هيك حاليا؟ بص الدوري الليبي دوري كويس جدا، دوري قوي. المنافسه حلوه، الفرق كلها قريبه من بعضها. حتى لو بصيت لترتيب الجدول هتلاقي في منافسه 4 بونت 3 بونت. فاهم؟ تحس ان انت مثلا ماتشين كسبتهم تبقى رابع ثالث. انت فاهم؟ بس الحمد لله احنا في المجد محافظين دايما على الترتيب اللي احنا ما ننزلش عن الرابع، ممكن نخش ثالث على الهبوط وكذا. فاهم؟ لا ما احنا بص شيل فكره الهبوط دي من دماغك، ان المجد ان شاء الله يلعب عليها ان شاء الله. بص انت لما بتدخل ثقافه انك تلعب سداسي مع اللعيب الليبي، مع الرياضي تقول عليه الرياضي هنا عندكم، مع الرياضي الليبي تقول له انت عايزين نلعب سداسي، تبقى في نص الجدول. انت فاهم قصدي؟ تقول له ناخد الدوري تخش سداسي. لو قلت له هنلعب على الهبوط انت هتهبط. يقعد يفكر فيها هي بس هتهبط. لكن لما بتعلم من طموح اللعيب الليبي وتخلي عنده عقليه ان انت دايما لازم تلعب على الفوز والمكسب، دي حاجه تانية. انا بالنسبه لي من اول يوم جيت فيه، انا ما عملنا اجتماع انا ولا جاي العب على سداسي. انا عارف السداسي عندكم بتلعب في ايطاليا والدنيا بتبقى حلوه والفرق الكبيره بتلعبه وبتاع، فانا ماليش دعوه باسم النادي. اسم النادي اسم كويس، المجدي اسم نادي كويس متوسط في الجدول. بس انا ماليش دعوه. انا ومعايا بصراحه لعيبه كتيره كويسه من ليبيا، كل الرياضيين بتوع ليبيا لعيبه كويسه، ومعايا محترفين. ده عمرو موسى ده كابتن النادي المصري، رجوله تحيه للكابتن. طبعا كابتن علي فتحي. كابتن علي فتحي ده لاعب كبير، لعب معايا في الزمالك والانتاج الحربي. محمد عبد السلام لاعب كاس عالم أكيد. حازم لاعب هايل صغير في السن، لاعب هايل معانا مصري برضو.
معانا ابراهيم محترف كويس جدا برضو. معانا بقى لعيبه كتيره الليبيين، مش عايز اقول اسم حد عشان بس ايه، عشان ما حدش، كل اللعيبه لعيبه كويسه جدا، بس انا بقى بخصص لك بس المحترفين. احنا بنشتغل على عقليه اللعيب ان انت ما كسبتش ما تخسرش، صحيح. بس في كل الماتشات انت نازل تكسب. عشان كده تلاقي الحمد لله ترتيب المجد ترتيب كويس. بالعكس وعندنا طموح ان احنا نلعب سداسي ان شاء الله. طيب كابتن، نتمنى لك كل التوفيق مع فريق المجد. تو كملنا الفقره هذه، شو رايك نمشي الفقره اللي بعدها؟ عندنا فيها لعبه. يلا بينا. يلا بينا نمشي الفقره الثانيه مع الكابتن باسم مرسي. قاعدين معاكم متابعينا ومع الكابتن الحاسم باسم مرسي. تو كابتن، اللعبه اللي قلت لك عليها عندي مجموعه اسئله نطرحها عليك، نبي منك اجابات قصيره واول حاجه تجي في بالك. تمام. اول رقم لبسته في حياتك؟ 9. قرار نادم عليه، انتقال، تصريح، مباراة؟ انتقال. جمهور المصري فهمك صح ولا لليوم قاعد فيه سوء تفاهم؟ لا يعني ما مش يعني مش فاهمين دماغي. لا. باسم مرسي يبحث على الترند؟ لا لا لا، عمري ما ببحث الترند. أصعب مدافع لعب ضده في مصر؟ الونش، حجازي، علي جبر. مدرب فهمك صح؟ فيريرا. مدرب ما فهمكش نهائي؟ لا ده على ذكر اسمه. الإعلام المصري فترات كان معاك، فترات كان ضدك؟ صح. لعبت لنفسك ولا لعبت لاسم الزمالك؟ لعبت عشان شعار الزمالك ولنفسي. وانت صغير من المهاجم اللي كنت تقلده؟ ميدو. أول مرة جمهور هتف باسمك؟ لا حماسي زاد يعني. كلمة دي ما تكررها قبل أي مباراة؟ هتقدر. حضورك للدوري الليبي هدف ولا هروب؟ لا أكيد طموح. لو حكمنا على مسيرتك كم تعطيها من 10؟ 8. في يوم خسرت بسبب عصبيتك؟ تعترف ان الشهرة دمرتك نفسيا في فترة ما؟ لا لا. لو ما كنتش لاعب كورة كنت حتكون ايه؟ لاعب كورة. اكتر نادي سجلت فيه اهداف؟ سموحة والأهلي تقريبا يعني. لاعبك المفضل؟ كريستيانو رونالدو طبعا. حبيبي يا كابتن. تمينا الفقرة هذه مع الكابتن باسم مرسي، نمشي الفقرة اللي بعدها. قاعدين معاكم متابعينا ومشاهدينا، وتو عندنا فقرة الكورة في ملعبك. الفقرة هذه عندنا فيها مجموعة أسئلة للكابتن باسم مرسي نطرحوها عليك ونبو ندردشوا فيها مع بعضنا. كابتن، أنت في فترة من الفترات ارتبطت اسمك بالتوتر والعصبية، هذه ميزة ولا مشكلة؟ وكيف تعاملت معها؟ بص، الناس دايما بتحكم على انت مثلا عصبي ولا مش عصبي عشان انت داخل الملعب بتبقى عصبي، الحكم ايه مش هو ده نوع من انواع الشغل اصلا. ما انا في الملعب لما بتعصب، انت في شغلك لما بتروح شغلك ممكن تعصب ولا مش تعصب، وانت قاعد على مكتبك ممكن تتخانق مع موظف ولا مش متخانق مع موظف. هم الناس بيحكموا عليك عشان بيشوفوك في الكاميرا انت في الملعب متعصب، لكن لما بتعامل معايا في الحقيقه انا انسان عادي جدا عادي. وشوف فيك كابتن حتى لما الحكم يغلط تاخذ نفر 2 5 6 انفار وتروح جري على الحكم. وبص هو ده طبيعي. ليه؟ ما انا دلوقتي انا عايز اكسب، ما انا برضو مش نازل اصلي، انا مش نازل ابقى مثالي لا يا جماعه، الكوره مش كده. الكوره فيها تفاصيل كتيره، مش ان انا بصير الكوره اجيب جول، مش هي الكوره مش كده. الكوره فيها حاجات كتيره، ازاي اعرف امتى اعلي رتم الماتش، امتى اضغط على الحكم، امتى اهدي رتم الماتش، امتى الجهاز الفني يقوم يوقف اللعب. فيها حاجات، فيها تفاصيل كبيره. الناس بتحكم عليها عشان انا في الملعب مبقى عصبي.
واضح. طيب كابتن، نمشي لنقطة تانية. انت في واحدة من المقابلات او التصريحات ليك في القنوات وتسألت سؤال، هذا تسألوك على المدربين المصريين وكذا، انك انت قلت ما يفهموش في التكتيك، واعطيت نسبة ممكن حتى 85% في سؤال وتصريح قوي هلبة. النسبة او الرقم هذا كابتن بص باسم، هقول لك، كيف وصلت للرقم هذا؟ والله مش عشان حاجة، مش عشان حاجة. احنا في بلد تانية، انا مش في مصر، فانا مش هقدر اتكلم على المدربين المصريين او على حد يعني في اي بلدي، برضو دي بلدي وهم في الاول والاخر مدربين مصريين. فانا مش هقدر اجاوبك على السؤال ده، اقول لك تفاصيل الاجابه ايه او انا قلت ليه كده. هو موضوع فات. لو احنا في مصر هعرف اجاوبك، بس انا دايما احب اطلع شكل مصر او حتى مدربين مصر بره بلدي كويس. كويس. كويس، انت فاهم قصدي؟ بعدين السؤال هذا مربوط بسؤال تاني. انت ممكن صرحت التصريح هذا، هم لما صارت فيه هجمة عليك، علاش ما خلاش الناس في مصر مثلا تميز بين باسم مرسي اللاعب او باسم مرسي اللي يهاجم في المنظومة؟ انت لما تكلمت عليه حاجة معينة. بص، في تفاصيل كتيره انا عارفها في المنظومه في كوره في مصر، بس انا مش هقدر اقولها. انا هستعيب او هتبقى عيب لو انا قلتها في بلد تانية، فاهم؟ انا دايما احب اطلع شكل بلدي. في الاول والاخر انا مصري، والتفاصيل والكلام اللي انا هقوله ده ما ينفعش اقوله في بلد غير بلدي. فاهم قصدي؟ في تفاصيل كتير انا ممكن اقولها، بس استعيب ان انا اجيب سيره بلدي او اي حاجه حتى لو انا شايف ان الحاجه دي غلط، مش هينفع اقولها معاك. كويس. ومش عشان حاجه، بس في مثل عندنا بيقول لك اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، ودول اهلي وبلدي، فانا مش هينفع اتكلم عنهم باي حاجه مش حلوه. جميل. ننتقل لسؤال تاني كابتن. هل في مرة ضاعت عليك فرصة بسبب مدرب؟ فرص كتير، بس ممكن يبقاش بقصده، ممكن يبقى غصب عنه، في ناس ممكن يبقى بقصدها. كويس. طيب كابتن باسم، بيك احكي لي توا على من ضمن قراراتك الغلط، أصعب موقف مريت بيه وانت تلعب في كورة. أكيد في مواقف. اصعب موقف مريت بيه وانا بلعب كوره كانت حادثه الدفاع الجوي في من جمهور الزمالك توفى واحنا ما نعرفش. بس الناس كانت يعني وقتها كان في ناس توفت وكده من جمهور الزمالك، فدي كانت اصعب لحظه عليا يعني، صعبه جدا، واحنا ما كناش نعرف خالص. وقتها الناس كانت مفكره ان احنا نعرف ان في ناس ماتت واحنا لعبنا، وده الناس بعد كده عرفت ليه ده مستحيل انا شخصيتي تقبل بيه اصلا. انت فاهم قصدي؟ عشان انا جمهور الزمالك بالنسبه لي هو عارف، هو ليه حب كبير قوي 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 عندي في حياتي يعني، هو جزء من تكوين باسم مرسي كلاعب كوره يعني. تمام. طيب كابتن باسم، لو استمريت مع الزمالك او حتى ممكن في طلعتك ورجعتك، لو رجعت للزمالك والفتره هذيك كان فيها تصفيات كاس العالم وكذا، كنا شفناك في كاس العالم. انا لو بلعب في الزمالك 100% ابقى اساسي في منتخب مصر. في اللحظه دي لو انا موجود في الزمالك هبقى 100% لاعب في منتخب مصر. فهمتك. طيب كابتن، بنسألك على حاجه تو حديثه، هي وانت هنا في ليبيا وفي كاس الامم الافريقيه، انت نزلت فيديو على الانستغرام للسنغال لما فازوا على مصر. الفيديو هذا بتاع شويه دوشه هيك، وفي حسيت ان في ناس هاجموك، ان نعرف ان منتخب السنغال فاز على مصر وكذا، فانت نزلت فيديو انك انت تشجع في السنغال. حصلت موجه من النقد. بص هقول لك على حاجه، هو الفيديو اصلا في يومين جاب 2 مليون وشويه مشاهده، نزل على كل المنصات وحاجات كده كتير. انا حرقتي على بلدي، حبي لمصر هو اللي دفعني اللي انا اعمل كده. ليه؟ احنا من اول يوم في البطوله، انت البلد المنافس اللي مستضيفه يعني بتشجع ضدك من اول يوم في البطوله من اول يوم. فانا كمصري عليك بتشجع فرقه ضدي وانت عايزني اشجعك ازاي؟ اكيد مش هشجعك، اكيد مش هحبك احسن من نفسي. فانا كنت بشجع السنغال. فهم ما فهموش النقطه هذه اللي انت ماليش دعوه، ما يفهموش. انا مش بص، انا قلت لك مش لسه لك من شويه، انا مش محتاج اثبت حاجه لحد ولا برر حاجه لحد. انا انسان
بطبيعتي واضح، مش متجمل، مش انا هو ده اللي حصل، هو اللي بحكوا لك ده، هو دي الحقيقه. اللي انا غيرت على بلدي ان الفرقه دي، ان البلد دي مع انها بلد شقيقه وبلد عربي، واتمنى لهم كل الخير والتوفيق، ما عنديش اي مشكله، ممكن بعد كده نشجعهم، احنا كنا بنشجعهم في كاس العالم. صحيح. بس في الموقف ده لا، كنت بشجع السنغال، كنت عايز السنغال تاخد البطوله. وصل يا حاسم. بصراحه اللي عملوه كمان مع الكابتن حسام، مع ان انا الناس تعرف ان انا وكابتن حسام حسن يعني ممكن علاقتنا متوتره، كان في حصل مشكله زمان بتاع، بس انا كنت يعني معاه 100% في اللي عمله. والصحفيين لما هاجموه، الصحفي لما قال له تعلق فشلك ومش فشلك، في صحفي يسال الكابتن حسام حسن بصرف النظر عن منتخب مصر، اسطوره حسام حسن في البلد في افريقيا وفي العرب، تقول له انت فشلت؟ طبعا كلام مش كلام غريب، وكلام مش مقنع بالمره بصراحه يعني. فرد الكابتن حسام عليه عجبني جدا. والصحفيين المصريين لما سابوا كان في المؤتمر رد فعل، الصحفي كان في وطلع رد فعل. رد فعل صح جدا. يعني بس ده الموقف اللي حصل يعني. الاسطوره يبقى اسطوره. طبعا. هيك نكونوا وصلنا لنهايه الفقره هذه. ايش رايك كابتن؟ عندنا لعبه تو نمشي اللي بعدها. هكسبك اكيد. يلا نمشي الفقره اللي بعد. قاعدين معاكم متابعينا. تو عندنا فقرة رتب الصور بالأرقام مع الكابتن باسم مرسي. كابتن تو عندي مجموعة صور وأسماء للعيبة، نبيك ترتبهم لي حسب وجهة نظرك أنت من رقم 1 ل5. عندي 5 أسماء. ماشي. في البداية عندنا بوتريكا، عندنا محمد صلاح، عندنا شيكابالا، الخطيب، ميدو. ماشي. حسب وجهة نظرك ترتب لي من 1 ل5. ما هرتب لك، بس فيها ناس انا ما شفتهاش، يعني مثلا زي الكابتن محمود الخطيب انا ما شفتوش. فاما مش انا اسمع ان هو اسطوره وكان لعيب جامد جدا. هو نمبر 1 محمد صلاح، رقم 2 ميدو. ميدو. انت حاطط ميدو لانك بتحبه؟ لا، عشان ميدو لعب في ليفل ان بقيه الاسماء اللي انت قلتها ما لعبتش فيه. فاهم قصدي؟ يعني انا ما اقدرش اقارن اللاعب لعب في الدوري الانجليزي بالدوري المصري، مع ان انا بعشق ابو تريكه. بعشق ابو تريكه. ولبست رقمه في المنتخب، ولبست رقمه في المنتخب اما رحت المنتخب، يعني 3. وده كان شرف لي ان لبست رقم ابو تريكه. يعني رقم 3 ابو ابو تريكه. تريكه. فضل عندنا الخطيب وشيكا. لا انت هتستثنى الكابتن الخطيب، انا ما شفتوش، مش هقدر احطه خامس ولا اقدر احطه الاول. 4 شيكا. الخامس بقى انا ما اقدرش اقول لك كابتن الخطيب، انا ما شفتوش، بنسمع له اسطوره، بس انا الناس اللي قلت لك عليها دي انا شفتها. طيب تمام. ميدو انا قلت لك ميدو عشان ميدو لعب في الدوري الانجليزي، ما ينفعش اقارن لاعب محلي لعب زي لعب في الدوري الانجليزي. يعني هو لا، لعب على ليفل احسن ليفل في العالم. حرام اللي انا يعني لعيب لعب في الدوري المصري وهو مهما كان جامد يبقى زي ميدو. نختلف نتفق على المسيره، كان يكمل ما كانش يكمل، بس لا، صلاح ميدو بالنسبه لي هم رقم 2. تمام. هذه كانت فقرة ترتب الصور مع الكابتن باسم. نمشي الفقرة اللي بعد. قاعدين معاكم ومع الكابتن باسم مرسي الحاسم. تو عندنا لعبة بنلعبوها مع بعضنا اسمها كابتن كون لاعبك المثالي. أنا وياك تو بنعطيك شوية ميزات ونبيك تكون لي لاعب حسب وجهة نظرك أنت. ماشي. في البداية كابتن، القدم اليمين رونالدو، كريستيانو رونالدو. القدم اليسار ميسي. ضربات الراس كريستيانو. القوة البدنية في الملعب كريستيانو. السرعة كريستيانو. في ايه يا كابتن؟ انت بتقول لي كوني لاعبك المثالي فانا بكون. المهارة نيمار. الذكاء الكروي في الملعب زيدان. المراوغة رونالدينيو. الجرينتا كريستيانو. القائد كريستيانو.
الفينش. كريستيانو رونالدو. الكابتن من كتر حبه لكريستيانو رونالدو لا والله انا والله بجاوبك بص بكل امانه. تمام. هذه هيك احنا كونا ده اللاعب ده اللاعب المثالي المثالي بالنسبه لي. كريستيانو هو اللاعب رونالدو. المثالي بالنسبه لي هو كريستيانو رونالدو، بس في مراوغات ممتعه بصراحه. هو ما يعرفش. انا مثلا واحد زي رونالدينيو مثلا، مهم. طب مهاره مثلا نيمار مثلا ممتع جدا، ممتع لرؤيه العين. انت فاهم؟ رونالدو زمان في مانشستر يونايتد كان كده، بس الناس مش ناس كتير شافته. الناس دلوقتي بتشوف نيمار باللي بيعمله، فاهم؟ وفي روبينيو، فاهم؟ تمام. هيك كونا اللاعب المثالي مع الكابتن. تو كابتن عندنا فقرة بلاي ستيشن، تمام. تكسب ولا نكسب؟ اكيد هكسب. خلاص نمشي الفقرة اللي بعد. تو كابتن صرنا الفقرة البلاي ستيشن. ريال مدريد اتخذ يعني ناخد ريال مدريد. بايرن. باهي هيك الغلالة خلاها في الأسود وأنت في الأبيض. انا هلعب بالابيض. ده ابيضت سودت. ايه لا ابيض. يلا ايه روس 6 كابتن مغالي. ايه اوكي. لا تمارية خلينا نلعب بطولة. بقالي كتير ما اجي بلاي ستيشن. حتى انا كابتن نلبش فيها ديما، لكن عادي الضيوف ديما نخلي فيهم يربحوا. حيربح. لا انت بتقول كده عشان لو خسرت ايه ايه ما يبقاش شكلك وحش قدام ايه. ايوه يا مشاهدين كشفني يا كشفني. كمان بنلعب على الارض يوم. على ارضك وبين جمهورك. يلا يا كابتن بسم الله. بسم الله. ضد بايرن. هذه الاولى يا كابتن باسم. شكرا. ماشي. وكابتن ايه يا حبيبي؟ سمي لي اكثر 3 حريفه انت لعبت معاهم. اكتر 3 حريفه. نعم. مش هجيب طاعت الاولى. بص يا سيدي، شيكابالا طبعا حريف قوي. اها شيكا. واللاعب اللي جامد قوي برضو اللي لعبت معاه وكان جامد قوي، صالح جمعة. صلاح جمعه. صالح جمعة. صالح جمعه. انت ضربتني كارت احمر، يلا مع السلامة. ما شوف فيه دفاوي. قادر قادر. سبحان الله. يلا هاي ماشي اهو. شيكابالا صالح جمعه. وعندنا هو الحاسم الحاسم عملها. انا ركب الحاسم. لا هو الحاسم انت. ولعبت مع ايمن حفني. ايمن حفني. دول 3 حريفة أوي لعبت معاهم. لعبت مع ناس كتير حريفة بس دول يعني أبرز اللعيبة اللي لعبت معاها. تمام. طيب كابتن بتتكلم في الحريفة حريفة، فاهم؟ فهم عليك. عارف اني شو قلت لك الحريفه يعني حريفه. هما بقى يعني لو قلت لي مين أحسن لاعب لعبت معاه في حياتك كنت جاوبتك. مين احسن لاعب لعبت معه في حياتك؟ محمد صلاح. منتخب. يا عايز تعملها تاني يا كابتن؟ عايز تعملها تاني؟ العقلية محمد صلاح طبعا، والانضباط والفنيات كل حاجة بصراحة. اوبا. تاني اوبا. حريف الحاسم يا شباب. والله لا. ماشي كده معايا بتوفيق ربنا. حتى في البلاي ستيشن. كل حاجة بالتوفيق. اكيد ونعم بالله. طبعا. كسر علي العارضة وزاد واحدة تانية. اوفسايد. كسر الاوفسايد.
عايز تجيب جون ها؟ مفروض هيك سيب. خشي. ليبيا دي خشي. ايوه سمعت كلام هلبة مفروض على كابتن طول. انت كلمة هلبة والله. في الاقوال بالذات ها. ما انا بتعلم شويه كلام ليبي خد بالك. ايوه انت بتتكلم معي ليبي تو. في الاقوال الشباب معاك في المجد غادي خشي. خشي. طبعا كابتن انت في الدوري الموسم هذا اول اهدافك كانت في نادي الاتحاد، انت فتحت شريط الاهداف نتاع الموسم. كيف كانت الاجواء نتاع المباراه وانت تلعب والله قدام بص، فريق يعتبر فريق طبعا كبير نادي كبير، الاتحاد. طبعا فريق كبير نادي الاتحاد. بس والله ماتش كان كويس. بس الشباب عندنا عملوا ماتش كبير بصراحة. كابتن ابو بكر بصراحة دار ماتش على اعلى مستوى بصراحة. ما لعبنا زون كده تلتين الملعب، ولعبنا على على الهجمة المرتدة وكده التحولات، وقدرنا نخطف بقى الجون الاولاني. بس الله غالب بقى، دخل فينا جونين الشوط التاني. هذه هي الكوره اصلا. بس احنا كنا رايحين يعني عشان فاهم الشباب، قعدنا معاهم قبل الماتش ان احنا كده كده رايحين نكسب، يعني مش رايحين تحضير النفسي. مش رايحين نخسر. لا في العموم والله اي ماتش ندخله زي ما قلت لك في اول حلقة، مش رايحين عشان نخسر يعني. اكيد. يلا لا مش تعال نخش. بعدها كابتن لعبتوا تاني مباراة تقريبا حتى سجلت فيها او ثالث مباراة او اعطيت فيها اسيست، مباراة شباب الغار. جبت جون برضو. جبت جول، وفي جول اسيست ولا جول بس؟ جون. والماتش اللي بعده عملت اسيست. والماتش اللي فات عملت اسيست برضو. انت عملت تكلمني عشان ايه؟ بنسجل واضح. مش عايز نجيب جون تاني، بس انا بص بقى هجيب جون تاني اهو. حاولت من بكر اللهي عملت لهيني ها. ما قبل نقول حتى كليت مبكبكه. مبكبكه. ايوه. والله كابتن ميمي جاب لنا مبكبكه حلوه قوي. كابتن احمد الميمي ده كلاب بيلعب في الاتحاد طبعا، واخونا وحد يعني محترم جدا وشخصيه جميله جدا. تحيه للكابتن ميمي. طبعا وكلك مبكبكه. اكن المبكبكه والله عملها لنا في البيت عنده، جابها لنا. يا سلام. وبرضه سالم، كابتن سالم عزمنا برضه عنده على مبكبكه برضه. بس كنا بقى بايه بنقارن بين الاثنين اللي هو بين مبكبكه الكابتن سالم والكابتن احمد الميمي. مين اللي مبكبكه بتاعها تنجح؟ بصراحه بصراحه انت تو هتقول بصراحه الاثنين. العب على المكسب دايما، ما تخسرش حد. الاثنين المبكبكه بتاعتهم زي بعض بالظبط. دماغك صح يا كابتن، انت ما تخسرش حد. الاثنين اخواتي والاثنين حبايبي. بعد المباراه يقولوا مبكبكه. بس خد بالك والله انا عايز اقول لك على حاجه. انا اصلا في النظام الاكل وكده انا بعمل نظام اكل ما باكلش. انا يعني بعمل نظام اكل معين كده. هو يوم واحد في الاسبوع بس اللي ممكن اكل فيه مبكبكه. يوم واحد يكون مفتوح تقصد، يعني تفتح فيه اكل. بفتح فيه اكل وجبه ولا وجبتين يعني. بس طول الاسبوع بقى باكل، عامل نظام دايت كده، باكل بقى بيض ودجاج مشوي. حلوه الدجاج دي. دجاج ايه. وبالليل نفس القصه برضو باكل رز. بتقول على عندكم اسمه رز ايه؟ رز برضو وتشيكن دجاج يعني. دجاج. بس طول الاسبوع على كده بقى كويس. لحد ما بص بقى يعني. خلاص بقى يعني فاهم. باجي اخر اسبوع ببقى نفسي اكل حاجه فيها مثلا ايه، اي اكل. ما باكلش عيش خالص. خبز يعني عندكم ما باكلوش. ايه ده يا ابني وحش قوي. ايه اللعبه دي؟ عايز اعمل لب بس الجون ما طلعش. وبشرب بنصح الناس يعني انها تشرب ميه كتير. انت معك شباب في الكابتن في المجد، يعني اكيد المفروض يستمعوا لجميع النصائح. والله بقى في ناس بصراحه واخدهم معايا والله الجيم. كويس جميل. برضه مش عايز مصمم على اللعبه. عايز الجون يطلع.
في ناس بيجوا معايا الجيم وفي ناس بعمل لهم نظام اكل يمشوا عليه. فؤاد ده برضو بصراحة اكتر واحد ملتزم في الشباب. كويس، حلو، جميل والله. فؤاد ايه ده يا ابني؟ فؤاد بصراحة ملتزم. كسبتك 3-1 ان شاء الله. الماتش الجاي نكسب 3-1. عندنا انا ماتش. اصلا قايل لي معلومه، عندنا ماتش. عندي معلومه ان الكابتن ما يحبش يخسر، لا في البلاي ستيشن، لا في مباراه، لا في تقسيمه، لا في اي، فنجيبك هنا وتخسر ما صراحة تنكب. التقسيمة بتاعت المجد تبقى ضرب نار. بس انت معاك الكباتن، كابتن عمرو وكابتن علي فتحي، كيف تخسر ويحطوا لك فيهم ضدك؟ خد بالك ما بيلعبوش معايا، انا بحب العب ضدك. بقى انا وعلي بنلعب بصراحة. عمرو بيبقى ضدنا على طول ويصير عليه الضغط. انا اول ما جيت مثلا اول 3 تقسيمات كده، عارف اللي ايه، اخسر واحدة تعادل واحدة، فاهم؟ ايوه. كل اللي بقى كسبته. ضغط على الحكام، ضغط على الحكم، لعب كابتن هيثم. حبيبي يا كابتن. حبيبي هيك وصلنا لنهايه الحلقه. طبعا كابتن هذه كره البرنامج بيك توقعنا عليها للذكرى. حبيبي اكتب لك عليها باسم مرسي. عندك رقم، بلاش رقم 9 خلاص زي الفل. حلو باسم مرسي. خلاص، مرسي. تسلم يا كابتن. تسلم. مشكور جدا كابتن. هذه هديه بسيطه من شركه الجمودي للقهوه. حبيبي تسلم كابتن. تسلم مشكور وشكرا ليك كابتن باسم. حبيبي انا على كنت قبولك مبسوط معاك انت للدعوة. والكرو بتاعك بجد والله العظيم. حلقه حلوه واتبسطت، وان شاء الله اشوفكم تاني في السيزون ان شاء الله. بقى يبقى مش سيزون جديد، كل اسبوع يبقى لكم حلقه ان شاء الله. لو استمريت معانا هنا في ليبيا اكيد الموسم الجاي معانا. انا اصلا ليبي هجعمز معاكم هنا. حلو يا كابتن. تسلم كابتن. حبيبي الله يخليك. هيك يكونوا مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم على الحاسم باسم مرسي. استنونا ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه.